انت تشمل بالاستقبال ويبقى على صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم هديله عمري وبرضه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لايك للفيديو. ألف مبروك لكل جماهير الأهلي تحقيق الدوري العام رقم 43 في تاريخ الأهلي، وتحقيق 5 بطولات ورا بعض، وده إنجاز يحسب لمجلس إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة كولر سيد عبد الحفيظ والمعاونين، ونجاح لكل لعيب لعب باسم تيشيرت الأهلي الموسم ده من أول حراسة المرمى لحد المهاجمين. احنا النهارده داخلين نتكلموا على ليلة مباراة القمة. الدوري اتحسم والدوري خلص وكل حاجة والحمد لله. واحد هيقول لي هيفرق حاجة مع الأهلي؟ هيفرق اللي انت قعدت لحد 27 اسبوع 28 اسبوع ولا 29 اسبوع انت بلا هزيمة. لما هتيجي تتهزم من الزمالك هيقول لك انا النادي الوحيد اللي فاز عليك في الدوري. بص، هيطلعوا باي حاجه ماشي، هيطلعوا يقول لك احنا عكننا عليكم، احنا خدنا منكم فوز، احنا ماشي. احنا اهم حاجه عندنا اللعيبه تلعب بشخصيه الاهلي، وانتوا عارفين لما بتنزلوا بشخصيه الاهلي بيبقى شكلكم عامل ازاي. مش عايز لعيب يبقى مستهتر في المباراه، الاحتياطي او اساسي هينزل، مش عايز لعيب يبقى مستهتر. خلص المباراه واكسب، وبعد كده احتفل بالدوري زي ما انت عايز مع جماهيرك. بس اهم حاجه ماتش ده ماتش رجاله. مش هقول ماتش يعني صعب، لا، ماتش رجاله، ماتش لعيبه النادي الاهلي تنسى اللي هي حققت البطوله. ده بطوله تانية، بطوله القمه المصريه، دي بطوله تانية خالص. لما انت تفوز على الزمالك واخد الدوري احسن ما الزمالك ياخد منك الماتش. والصياح بقى صياح هيعيشوا في صياح كانهم خدوا كاس العالم، كانهم خدوا افريقيا، كان صياح ماشي. انا لعيبه الاهلي وكولر وكل ما في منظومه النادي الاهلي ده اهم ماتش. يقول لي يا ابني، كله هيقول لك يا ابني انت فزت، يعني ايه في ايه يعني لو خسرت؟ لا، هيبقى فيها كتير. اولا عكنن عليك، اولا فرحتك بالدوري هتبوظ ماشي. ثانيا هو عايز الهدف ده عشان يعمل صياح بيه. بس هنتكلموا على التشكيل المتوقع في ليلة مباراة الأهلي والزمالك. أنا من وجهة نظري كولر من اللي احنا شايفينه واللي احنا حفظناه، الراجل هو التشكيل الثابت بتاعه هو الشناوي، ياسر إبراهيم، عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، قدامهم ديانج مروان عطية. لو عمرو السولية جاهز 100% هيبقى عمرو السولية. عمرو السولية مش جاهز هيبدأ يا قفشة يا القنطوز. قدامهم حسين الشحات، بيرسي تاو، المهاجم الصريح كهربا. دي تشكيلته. هو الاختلاف بس هيبقى في نص الملعب، واحد من نص الملعب، يا قفشه
يا قندوسي يا عمرو السولية، واحد من الثلاثه. ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. ورساله الى لعيبه النادي الاهلي ما تستهزئش بالمباراه عشان فرحتك بالدوري ما تتأثرش. انت ما غلبتش، تعادل حلو. اهم حاجه ما تتغلبش من الزمالك. واحد هيقول لي انت في الكوره مكسب وخساره، ماشي، بس انت لو لعبت من 90 يعني 80% من مستواك، الزمالك مش هيعمل معاك اي حاجه. دي النقطه. اهم حاجه اللي انت تروح، لما تروح على الجون خلص على المرمى. عشان كده ما تديش الفرصه لاي حد. دي الميزه، انت ما تديش الفرصه. هو الميزه في لاعب الزمالك الماتشين الاخرى اللي هو بيلعب على المرتدات صح. معنى ايه؟ التحرك من الدفاع للهجوم بسرعه. زيزو، شيكابالا، شلبي، دي اسمه ايه، نضاي، دول مفاتيح اللعب. معاهم فتوح في الشمال ونيمار في نص الملعب بتاعهم. انا هقول لكم التشكيله بتاعتهم المتوقعه: صبحي، المسلوسي، اسامه عبد المجيد، عبد الغني، فتوح. جنبهم قدامهم الثلاثه هيبقى اشرف رؤى، دونجا، مش دونجا، اشرف رؤى، السيسي، دونجا. لو دونجا مرفوع عنه اللقاء. قدامهم شيكابالا، ماشي، واحد من الثلاثه هيطلع. هيبقى شيكابالا وعنده زيزو وعنده نضاي او مصطفى شلبي وسيف الجزيري. هي دي التشكيله بتاعت الزمالك اللي هو معتمد عليها الفتره الاخيره. ممكن يدخل مسلوسي في الدفاع ويلعب 3-4-3. دي الطريقه اللي هو ممكن يغير فيها مدرب الزمالك. نصيحه لكل لعيبه الاهلي والجهاز الفني: ده مباراه قمه، ملهاش دعوه انت فزت بالدوري ولا ما فزتش بالدوري. انت اهم حاجه عندك اللي انت تخلص المباراه وتخلص بأداء ونتيجة. دي أهم حاجة. وأرجو من كل لعيبة الأهلي اللي هينزل المباراة دي، اثبت اللي أنت أقوى نادي في القارة، أقوى نادي في مصر، أقوى نادي. أنا ما بتفرقش معايا. خلصت البطولة بس بدوس. هي دي الفكرة. التركيز لكولر مع اللعيبه، ولازم سيد عبد الحفيظ ياكد على اللعيبه مفيش استهتار بمباراه قمه. مفيش. واحنا كلنا، كل جماهير الاهلي، كل الدعم اللعيبه، وفرحونا وفضلوا فرحونا عشان انتم زي احنا ما قلنا قبل كده. ربنا بيدي المجتهد، بيدي اللي بيهين نفسه في الملعب. عشان كده ربنا اعطاكم 2 سوبر، اعطاكم كاس، اعطاكم افريقيا وانتوا كنتوا بعاد، اعطاكم دوري، ماشي. يعني انتم مسيطرين على القاره وعلى الدوري المصري وعلى المنظومه الرياضيه في مصر. ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي وجماهيره. واشكر كل جماهير الاهلي. ادعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.